الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيبقى في يعني حوار كده مع بعضنا، يعني مناقشة او اكلمكم عن حابة يعني ان انا احكي لكم عن زيارتي لمتجر او شركة 6 اكتوبر بتاعة الخيوط. حقيقي هي كنت عرفت ان هي عاملة عرض على الخيوط عندها، الكيلو ب150 وفي برضو ب250 وفي ب350 على حسب أنواع الخيوط. طبعا انتوا عارفين يعني شغفنا بحب امتلاك الخيوط أيا كان بقى. ما بيبقاش في دماغك زي ما قلت لكم سابق ان انت هتعملي بيها ايه، ولكن اهو حبه اما بيجي وقتها بقى ان شاء الله وبتبداي بقى بتفكري في مشروع تعمليه، هتبداي تطلعي المخزون عندك وتشوفي انهي اللي يناسب المشروع ده وتبداي آه تعمليه. انا حقيقي رحت جبت حبه خيوط حقيقي لا بأس بها، بس انا جبت صراحة من اللي ب150. المكان هناك مش قادرة اقول لكم كم الخيوط ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله يبارك له يعني ويزيده من فضله. ما شاء الله ما شاء الله يعني مليان. طبعا اكيد في حضراتكم عارفينه، هو في اسكندرية في شارع النبي دانيال. اللي بتوع اسكندرية اكيد عارفينه. آه، عشان بس اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. اشيل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول حاجة انا جبتها. دي استوكات طبعا كلها. زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا حقيقي ما عنديش خلفية جامدة قوي استوكات دي بتاعت ايه. في حضراتكم كتبوا لي حقيقي في التعليقات، وانا بحترم ده وبقدركم. يعني بقدر اهتمامكم بالامر حقيقي. قالوا لي في استوكات لندن وباريس بتاعت الهيمالايا تقريبا كده. المهم يعني دونتها عندي في ملحوظات. بحب برضو ايه عشان ايه اما احب ارجع لها. فده الخيط ده انا لقيته هنا. في حاجة فيه كده بونبون كده بيقولوا عليه خيط البونبون. بس هنا اهم حاجة بقى لما تيجي تشد دي كده ما تطلعش، لان انا فعلا جبت قبل كده نوعية الخيوط دي. عفوا. لقيت ان الالوان دي بتطلع منها، فبالتالي لا صرفت نظر عن الشغل، لان هيجي في الغسيل هتلاقيه بيطلع وبيوبر ويبهدل الدنيا، يبهدل القطعة اللي انت اشتغلتيها. فانا لما لقيتها كده ثابته دي اهي ما شاء الله يعني مربوطه كويس او يعني مجدوله كويس مع الخيط. هو الخيط ده سمكه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ده استوكات لندن اهو. البكرة 100 جرام فيها 250 لفة، وكاتب لك طبعا الإبرة المقترحة 4.5 لغاية 6. أنا شايفة إن ممكن لو يعني هشتغل بيه ممكن أزود شوية سمك الإبرة ده. ممكن انا لقيت يعني برضو ما جاش في بالي وقتها حقيقي ان انا هعمل بيه ايه، ولكن اما جيت بقى وقعدت افكر ده ممكن تعملي بيه بطانية لبيبي، تعملي بيه سكارف بإبرة كبيرة شوية عن المقترحة. فده كان باكت على بعضه. انت طبعا بتنقي الكميات اللي انت عايزاها وبيوزنلك على حسب ما بتطلع. الكيلو ب150 عشان تبقوا فاهمين. وده من النوعيات اللي هو الكيلو ب150. فأنا عجبتني دي جبتها كده على بعضها حقيقي. دي كانت حاجة. الحاجة التانية اللي أنا جبتها وكانت بالنسبة لي بجد مفاجأة يعني، بس جميلة. دي أليزا، أليز بوهيم أو المهير. ف أعجبتني. أنا يعني حقيقي أحب أعشق الخيوط المهير. أهي أهي يا جماعة. أهي. دي أليز أهي. زي ما احنا شايفين كده أليز بوهيم مهير يعني.
البكرة مكتوب عليها 100 جرام اهي، فيها 160 متر. ده بتشتغليه طبعا تريكو او كروشيه. الابر المقترحة بس عشان هنا الابر المقترحة من 3 ل5 كروشيه، ومقاس من 6 ل8 تريكو. الفتلة بتاعتها اهي اوريها لكم اهي، فيها برضو نفس الفكرة بتاعت البونبون ده اللي بيبقى موجود في الخيط اهي. كل مسافة كده بيبقى موجود فيها، وحقيقي مجدولة كويس مع الخيط اهي، ما بتطلعش. فتلة مهير طبعا زي ما احنا شايفين، المهير معتاد بيبقى بالسمك ده، في ارفع منه حقيقي كتير، بس انا لقيت دي سمكها حلو، ممكن تشتغليها لوحدها. اللي ارفع شوية بتدمجيها مع خيط تاني. ده فيه الوان اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده، حقيقي عجبتني قوي تدرجات الوان البونبونات اللي فيه دي اهي، او الفلاورز اللي فيه دي اهو بالشكل ده. فدي كانت يعني انا لقيتها حقيقي فرصة ان انا اجيبها، اغتنمتها. و احنا عارفين طبعا اسعار الخيوط بقت مولعة نار، وخاصة الحاجات اللي هي اليز ها اهي مكتوب عليها مهير اليز بوهيم نيو. فجبت الباكت كده على بعضها اهي. ممكن بقى ده اعمل بيه جاكيت، ممكن اعمل بيه شال، بس حقيقي لا يبقى اقيم لو اتعمل بيه جاكيت، بيبقى شكله قيم. فجبت برضو الباكيتة كده على بعضها. تاني جبنا بقى ايه شوية حاجات كده اهو. دي برضو كانت باكيتة على بعضها كده جبتها. ده خيط على ده منشأ تركي معبأ في مصر. ده أكريليك 90% أكريليك و10% بوليمايد. أنا مش عارفة يعني إيه بوليمايد بصراحة، اللي عنده فكرة يكتب لنا في التعليقات يا جماعة. دي الماركة بتاعته أو الداتا بتاعته اللي مكتوبة على الورقة. حقيقي هو هنا مش مقترح اي ابره، بس عطينا العينه بتاعته اللي بتشتغليها 10 سنتي في 10 سنتي بابره. لا والله كاتبين اهي ابره 4 ملي. انا بدات فيه بيه شغل حقيقي. لقيت ان الخيط ده فتلته سميكه، وفي طبعا البوليستر اللي فيه بيدي لمعه كده اهو. لقيت ان ده مناسب لشنطه، فحقيقي بدأت بيه شنطة. أما بأمر الله أعمل لكم بيها فيديو. الباكيتة هنا على بعضها 1 2 3، أنا خلصت 2، فإن شاء الله أما أعملها أعمل لكم بيها فيديو. الباكيتة برضو كده 5، هو كل باكيتة فيها 5 بكرات. بدأت بيها شنطة، لقيته مناسب لشنطة. ممكن تعملي بيه يعني أشكال تانية، كوستر، تعملي بيه حاجة كده سميكة شوية، تتحط تحت أطباق تحت في المطبخ يعني. بس متهيألي ما يتعملش مسكات. ليه؟ لأن ممكن الحرارة عشان كله بوليستر فما ينفعش يتعمل، انما كوستر كحاجه زينه ما فيش مشكله. انا لقيت ان ممكن اعمل بيه شنطه، والشنطه دي انا حطيتها لها دعامه من خيط الخيش، بحيث ان هو تبقى محمله شويه. فانا لقيت ده انسب حاجه ليه. فدي برضو باكيت على بعضها 5 جبتها. تاني في بقى شويه حاجات كده انا جمعتها. ننزل دي كده اهو. دي حاجات انا جمعتها فرداني برضو. لقيت ان انا ممكن اعمل بيها شكل البطانية الخلفية اللي انا حطاها دي. كانوا في حقيقي طلبوا مني في التعليقات ان انا اعملها، وبامر الله قلت لكم لما اجمع الخيوط بتاعتها، والحمد لله بفضل الله جت الفرصة. فانا جمعت شوية حاجات كده اهو. وعندي برضو لسه في مخزون، هحاول اوفق الالوان مع بعضها.
دي اول واحدة لقيتها برضو لندن اهو. الفتلة بتاعتها هنشوف كده، هي مش فتلة مجدولة مع بعض، لا، هي عبارة عن 3 فتلات كده مع بعضها اهو. لو تلاحظوا الاطراف بتاعتها 3 مع بعض اهو. فلقيتها حقيقي مناسبة، وطبعا في الشغل هيتبرم كله مع بعضه. فدي أكريليك 100%. وهنا برضو 100 جرام 250 متر. الإبر المقترحة من 4 ل5 كروشيه، ومن 4.5 ل6 لو تريكو. عجبني اللون ده حقيقي، لون هادي. فدي واحدة أنا جبتها من نفس الفتلة برضو. لقيت الأبيض ده نفس الفكرة أهو، بس دي باريس، السكات باريس أبيض. طبعا الأبيض لا غنى عنه في الشغل. هنا دي برضو لندن أهي. ده خيط برضو كده لقيته عجبني جدا، مشعر شوية كده أهو. أهو اللون ده مدي على أخضر كده أهو، لو حضراتكم شايفين أهو. دي واحدة. دي برضو نفس الخامة بتاعت ده، بس لون تاني، لون رصاصي، بس فتلته سميكة شوية برضو اهو. نفس الستايل النمط. 100 جرام برضو 250 متر، ونفس مقاسات الإبر. دي واحدة تانية. دي التالتة اهي. نفس المجموعة دي، دول كده لقيتهم عنده حقيقي مع بعض في باكيتة مفتوحة يعني. تقريبا هي كانت ألوان، اتخذ منها 2 ودول ال3. فطبعا لا، ما دول ما يتسابوش حقيقي. فأنا خدتهم اهم. دول في الشغل هيبقى ان شاء الله يعني شكلهم روعة. مش عارفة هعمل بيهم ايه، ولكن عجبوني فجبتهم. دي مدية على رمادي، وده اخضر، وده اللون الازرق ده. برضو دي حاجة كده عجبتني برضو، الوانها تدرجات الوان في بعضها. دي روما اهي. روما. انت بقى هناك يعني عيشي حياتك في انك تتفرجي وتنقي، وطبعا بحكم خبرتك عارفة ايه ينفعك وايه ما ينفعش. دي لقيتها حلوة كده. دي لما بتدخل مع خيوط تانية مثلا ابيض كده وتدخليها معاه تشتغلي بيها اي حاجة، بتدي شكل مبهج وحاجة تفرح يعني، لو خاصة لو حاجة للاطفال. عجبتني، فقلت هي حاجة زي الحلويات كده يعني اجيبها نشتغل بيها حاجة تدي بهجة شوية. دي روما. دي البكرة فيها 100 جرام 250 320 متر. هي طبعا مش باينة لان صغيرة، والفتلة بتاعته رفيعة، ومدي تدرجات كده زي ما احنا شايفين من جوه. ده كانت مجموعة الخيوط اللي أنا جبتها. وحقيقي يعني بتبقي واقفة محتارة تاخدي ايه ولا ايه ولا ايه، ها. وأشكال وألوان من الخيوط، في على قطيفة وعلى مهير وعلى يعني جميع ما تتخيليه موجود. وطبعا سعر حقيقي يعني سعر خيالي او عرض خيالي اللي هو عامله بالنسبة لأسعار الخيوط اللي موجودة حاليا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ودي كانت مجموعة مشترياتي من الخيوط اللي أنا جبتها من محل 6 أكتوبر أهو. مش دعاية والله يا جماعة، ولكن طبعا أكيد كلكم عارفينه. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. أرجو أن يكون عجبكم مجموعة الخيوط، واللي عندها فرصة تروح تتفرج بنفسها يكون أفضل. هتنقي طبعا اللي يناسبك واللي انت شايفاه مناسب لك. ده كان موضوعنا النهاردة. أرجو إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وخرجنا عن النمط المعتاد اللي هو الشغل.
يعني شوية دردشة كده مع بعضنا. إن شاء الله ألقاكم على خير في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. إن عجبكم الفيديو برجاء عمل لايك وتفعيل زر الجرس، واشتركي مع صديقاتك وأصحابك عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وألقاكم على خير في فيديو آخر.